السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات. أسأل الذين سيريدون مدارس عليا للأساتذة أو كليات علوم التربية، علاش بغيتوا تجيو للتعليم؟ جوابكم ما غاديش يخرج على هاد الأسباب الثلاثة. السبب الأول الإيثار، بأنكم شفتوا بأن المجتمع المغربي محتاج اللي يعلموا فيه نسبة الأمية كبيرة، وانتم باغيين بتجي تعلموا وترفعوا على التحدي. هذا السبب ما كاينش. السبب الثاني كاين اللي غادي يقول لك نبغيو نخدموا مع الأطفال ونعلموهم ونرقيو المعارف ديالهم إلى آخره. هذا ممكن شوية. السبب الثالث راه السوق ديال الشغل مسدود وما كاينش فين نمشيو، والتعليم هو الوحيد اللي يدير كونكور وياخذ واحد لاماس كبيرة ديال الموظفين، وهذا هو الواقع. هذه هي الحقيقة، بمعنى أن كل شيء اللي يشارك في التعليم مباراة ديال التعليم راه ما جايش على التعليم عن حب، وإنما جاي فقط لأن البيبان مسدودين وباغي يخدم، ليس إلا باش يقلب على الطرف ديال الخبز، ومن حقه دستوريا. هاد السبب يخليني نقول بأنه ينطبق عليكم المثل العربي القائل: مع الخيل يا شقراء. هذيك البقرة الشقراء اللي كانت ديما تشوف شي خيل يخرجوا يجريو حتى هي ولات تخرج معاهم وتجري وما عارفاش فين وتقلدهم، ليس إلا. القصة راه معروفة، قرا عليها باش تفهمها. بدليل أن الكونكور ملي تحط، حتى دوك الطلبة اللي مخرجين من مدارس المهندسين تا هما يجيو يشاركوا في الكونكور باش يدخلوا للتعليم. إذن السبب الوحيد والأوحد اللي يجيب الطلبة والشباب للتعليم وهو تقلبوا على طرف ديال الخبز. حب المهنة ما كاينش، ومادام هذا السبب ما كاينش غادي يكون العداء. فرجل التعليم في المخيال الشعبي ديال المغاربة هو إنسان ديك الوظيفة ماشي ديال الوجاهة، وظيفة مرتبطة بالفقر ومرتبطة بالبخل ومرتبطة بالشكوى. علاش؟ لأن رجال التعليم في المجتمع هما اللي عطاو هاد الصورة على هاد الوظيفة. دارت واحد الدراسة استقرائية في المغرب، سولوا الآباء: واش ولدك ولا بنتك تبغي يمشي للتعليم؟ 8.8 هما اللي قالوا نعم، والآخرين قالوا لا، باغيين وظائف ديال الوجاهة، باغيين طبيب ومهندس وبيطاري وبيلوت وفارماسيان إلى آخره. التعليم ما عندنا ما يديروا به، لأن فيه غير النكد وفيه غير الشكوى وفيه غير المرض وفيه غير العذاب. مفهوم؟ دارت كونكور في 2016 مع حكومة العدالة والتنمية المشؤومة اللي جابت الكونترا. 220,000 اللي تقدموا، 149,000 هما اللي اختاروهم يدوزوا الكونكور، 15,000 هما اللي تخادوا، ومن بعد قالوا ودي خدينا بزاف 15 لأن وقع لهم مشكل ديال التكوين، بمعنى أن صابوا المستوى التعليمي ديال ديك 15,000 ماشي هو هذاك. وهذا الموضوع غادي نتكلم فيه في فيديو آخر، يعني فيديو يتكلم على التكوين من بعد في موضوع آخر. نبقى هنا علاش جيت للتكوين، علاش جيت للتعليم عفوا. هذاك الشيء اللي قريتو ولا غادي تقراه في التكوين ديالك باش تجي للتعليم نساه، لأن هذيك نظريات عامة جايبينها من برا مستوردينها بحال يستوردوا جميع المواد. لأنك كي تخرج غادي تصيب عالم آخر. التعليم المغربي فيه تلميذ ليس كبقية التلاميذ في العالم، لأنه عاش في بيئة خاصة، هذيك النظريات ما تنطبقش عليه. التلميذ المغربي ضرب شحال من تلميذ عندك في القسم، وضرب شحال من قسم عندك، وغادي تصيب شحال من حالة اللي غادي تنعكس عليك في حياتك العملية، وتصير أنت براسك حالة صالحة للدرس والدراسة. فإلا كنت جاي للتعليم لأن فيه العطال راك غالط، وإلا جاي للتعليم لأن فيه الراحة راك غالط. التعليم مهنة صعيبة فيها مخاطر صحية ونفسية، صحية جسدية ونفسية. جول رجال التعليم ياخدوا الدواء، كاين اللي فيه القلب ليس في الجميع، كاين اللي فيه الضغط،
كاين اللي فيه طنين لي زاكوفان، كاين اللي فيه لي فاريس، كاين اللي في عقلو ماشي هو هذاك، كاين اللي فيه الستريس، كاين كثرة الغضب، كثرة علاش؟ لأن فيها كثرة الغوات وكثرة الصداع وكثرة المشاكل، لأن كل تلميذ مشكلة. ولكن إلى على الأقل جيت نحب، غادي تقول أودي أنا نقوم الآن بواحد المهمة وغادي نوصل واحد المعلومات وغادي نربي واحد التلامذ وغادي نربح مع سيدي ربي ومع الضمير ديالي ومع ديك الناس يعني الآباء اللي داروا لي هذيك، جابوا لي ديك الأمانة بين يديا، وخصني إلا عطيتهم شي معلومة نعطيها هي هذيك، وإلا درت شي سلوك خصو يكون راقي لأنك أنت النموذج. وإلا يا ويلك إلا عطيتهم شي معلومة غلط ولا شي سلوك ماشي هو هذاك خطأ، الجاب ما يحيدوا لهم من عينيهم ومن عقلهم، قلت لأنك أنت النموذج. وإلا جيت بطريقة يعني جاي غير باش تخدم ماشي غير نهاية الحب، راه حياتك كتولي كحلة سوداء، كثرة الشكوى، تمشي وانت بحال اللي غادي طرافاي فورسي، هادوك الناس غادي تشوف فيهم أعداء وتسنى النهار ديالك انت يكمل وتولي في الشكوى. إلا سولناك السي محمد كي داير، ودي خليها على الله، راه ما كاينش مع من تخدم وكاينش فين تخدم وكيفاش تخدم وظروف العمل والشكوى، وهذا الشيء يعني ينعكس عليك في حياتك وعلى الأسرة ديالك الخاصة. فاعلم بأنك غادي تشيب قبل الوقت وغادي تشرف قبل الوقت وغادي تشرفي قبل الوقت، لأن عمل ديال التعليم راه ماشي ساهل، فيه الخدمة. الناس كلها في الوظائف الأخرى ملي يسالي الوقت ضاع الستيلو ويطفي الحاسوب ويمشي لدارو، انت لا، تهز معاك الهم ديال القسم، تفاطر لي كوبي ديال لي زانتيروغاسيون يعني ديال الفروض المحروسة، التحضير ياخذ منك الوقت والمجهود، التكوينات في ديك العطل البينية اللي تعتبرها انت راه جاي باش ترتاح والمجتمع كله يشوف بأن رجل التعليم راه مرتاح عنده كثرة العطل، راه غلط. أقول لك هذا عن طريق التجربة الطويلة في الميدان، وستقف على كلامي وتقول هذاك السيد راه كان يقول الحق فعلا. لهذا دري شوية ديال الحب على هذه المهنة إلا كنت باغي تجي لها. أما إلا جيتها فقط من أجل الخبز، سير قلب على الخبز في مكان آخر، وفعلا غادي يكون خبز فعلا يعني من الدم. أما ديال التعليم راه فيه كثرة العذاب وكثرة المآسي وتمارة. كاين شوية ديال الأجر بدا يتنمى شوية، ولكن كاين تمارة كثيرة. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت، ونتمنى الله يفتح الجميع ويكثر أبواب العمل ويفتح الرزق للجميع، باش كل واحد إلا مشى شي وظيفة يكون مرتاح فيها ويكون يحبها ويعطي فيها، لأنك في الآخر السي مدرس غادي تحاسب واش عطيت واش ما عطيتش، باش تغير هذيك الصورة النمطية على أن رجل التعليم راه ما خدامش، لأنه داخل هو الآخر في الإصلاح، وغادي نتكلم في هذا الموضوع هذا مستقبلا. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت، وشكرا على انتباهكم، والله يسهل على الجميع، وإلى لقاء آخر بحول الله.